بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة ان شاء الله. النهاردة هنتكلم على افضل انواع الحمام في التربية او في الاكل او في الثمن بتاعها، في الفلوس بتاعتها يعني. ده اللي هنشرحه ان شاء الله من خلال الفيديو. هنعرف كل حاجة ان شاء الله. الحمامة اللي انت عايز تربيها ويكون ثمنها كويس، في نفس الوقت هيديك حجم زغلول كويس. طبعا ارخص انواع الحمام هنعرفها اللي هي البلدي، ده المتعارف عليه وده اللي كل الناس بتربيه. الحمامة البلدي العيب بتاعها بس اللي هو الحجم بتاعها، حجمها بيبقى ضعيف، حجم الزغلول بتاعها بالتالي بيطلع ضعيف، ولكن انتاجها من الناحيه الانتاجيه، المناعه، الكلام ده في التربيه ممتازه جدا، لا غنى عنها طبعا لاي حد. هنتكلم ازاي انك انت برضو الحمامه دي تقدر تستغلها من حيث التربيه ومن حيث المناعه وتاخد برضو منها زغلول، ولكن لما نعرف الترتيب بتاعها ان شاء الله. طبعا دي من ناحيه الطعم ممتازه جدا، في الطعم بتاعها البلدي يوكل زي ما بيقولوا. الحاجة التانية اللي هتكلم عليها او النوع التاني اللي هتكلم عليه اللي هو الجمعيات او اللي هو الزاجل المتعارف عليه. طبعا اللي هو الجمعيات في السوق بتاعنا ده برضو في متناول الايد، في نفس الوقت السعر بتاعها بيكون كويس جدا. يعني لو انت هتجيب طبعا الجمعيات اللي هي الشعبي، ممكن تجيب الجوز في حدود 60 70 80 جنيه بالكتير قوي، ده هينتج عندك ويديك زغلول في حدود مثلا 500 جرام او 450 جرام. يعني هتبقى هي مشابهه للحمامه دي بالظبط كده يا جماعه، في نفس الجسم اهو كده، عشان نبقى برضو عارفين وشايفين كل حاجه عملي. ده طبعا هومر، ولكن هو في نفس حجم الهومر ده بالظبط. الحمامه الجمعيه ما شاء الله حجمها برضو هيبقى كويس، هتديك زغلول بنفس الحجم ده كده، هتديك زغلول بنفس الحجم ده كده برضو مش وحش. الحجم بتاعه كويس جدا. يعني الزغلول ده هيبقى في حدود 500 جرام او 450 جرام زي ما انا قلت، هيبقى كويس جدا برضو من ناحية الاكل، وطعمه جميل جدا وممتاز. السعر بتاعه طبعا زي ما انا قلت كده هيبقى في متناول الايد. الحمامة التانية اللي هتكلم عليها اللي هو برضو نوع مشابه ليه اللي هو الكريزلي. اي نوع بقى من الكريزليات يا جماعة. طبعا الكريزلي له اشكال واتواب كلها مختلفة. الكريزلي برضو نفس الحجم ويمكن اعلى شويه من الجمعيه. صدره عريض، بيديك زغلول برضو زغلول كويس، وهو بيبقى مشابه للحمامه دي بالظبط. دي طبعا الحمامه اللي هي الرميات، الحجم بتاعها برضو هو تقريبا مقارب جدا لحجم الجمعيات. هيديك برضو الزغلول بتاعه في حدود 500 جرام. الطعم بتاعها ممتاز جدا برضو من ناحيه الاكل ومن ناحيه الانتاج. الاتنين دول كده انتاجهم سريع برضو زيه زي البلدي، مناعة كويسة، تربية برضو مش هتقرفك في اي حاجة، وهتبقى دي الحمامة اللي انت تقدر انك انت تاخد منها زغلول، وفي نفس الوقت المناعة بتاعتها بتبقى فعلا مناعة حديد. دي افضل نوع بصراحة انا ارشحه لاي حد. لو هو مش هيربي البلدي يخش على الجمعيات او الكريزليات، دول افضل حمامتين فعلا انك انت ممكن تربيهم، في نفس الوقت هتاخد منهم انتاج، هتاخد منهم زغلول كويس، مناعه كويسه في التربيه. النوع الثالث اللي هتكلم عليه اللي هو الرومي، اللي هي الحمامه دي كده يا جماعه معانا اهي، هنشوفها. دي طبعا اضخم نوع في الحمام او اكبر نوع في الحمام. طبعا في الروماني اكبر منه كده بشويه اهو كده. دي طبعا الحمامه ما شاء الله زي ما احنا شايفين، الحجم بتاعها حجم ممتاز جدا. يعني لو انا هاخد منها زغلول هاخد منها زغلول في حدود كيلو. هنشوف الزغلول بتاعها دلوقتي. الحمامه دي سعرها هيتراوح من 250 لحد 350 جنيه الجوز، يعني حسب المستوى وحسب الحجم بتاعها زي ما احنا شايفين. دي الحمامه هتاخد منها زغلول كويس. الطعم بتاعها برضو طعم شاهي جدا. السعر بتاع الزغلول برضو لو انت حابب انك انت هتبيع الزغاليل بتاعتها، ممكن تبيع القص بتاعها ب 200 جنيه، لكن هتاكل الزغلول اهو. الزغلول بتاعها بنفس الحجم ده كده يا جماعه اهو كده ما شاء الله. طبعا الزغلول اهو، طبعا الزغلول يمكن خلاص قرب يكبر، ولكن الزغلول ده يعمل له بتاع كيلو لو انا وزنته، او 900 جرام بالقليل قوي. طبعا بتبقى كويسه جدا برضو في الاكل، ولكن بتبقى فيها زي نسبه دهون، او تحس ان هي الحمامه سمينه شويه زي ما احنا بنتكلم. ده الحمام الرومي. طبعا لو انا هاكل زغلول بتبقى عامله زي مقام فرخه بالظبط، كاني باكل فرخه. السعر بتاعها طبعا زي ما انا قلت 250 لحد 300 350 جنيه الجوز. النوع الرابع بقى اللي هتكلم عليه اللي هو الحمام اللاحم. طبعا ده احنا عارفينه دلوقتي منتشر فعلا في السوق. ده الحمامه اللي هي تعتبر عامله ميكس بالثلاث انواع اللي احنا شفناها. يعني الحجم اللي هو اكبر طبعا من الحمام الكريزليات والحمام الجمعيه، واكبر من البلدي، وقليل شويه عن الحمام اللي هو الرومي.
او اقل نسبيا من الحمام الرومي اللي هو بيديك الحمام اللي هو بيتقال عليه الحمام التلتينات. ده بيديك زغلول في حدود مثلا 650 جرام او 630 حسب التغذيه بتاعتك او حسب حجم الحمامه اللي عندك. ممكن الزغلول بتاعها يوصل ل 700 جرام برضو، وزغلولها بيبقى كويس جدا في الاكل. وفي حيث التربيه سعر الحمامه بيتراوح دلوقتي من 350 ل 400 ل 400 جنيه الجزء اللي هو الشغال. الزغلول بتاعها بقى طعمه جميل جدا وممتاز جدا، برضو بيبقى مشابه لطعم الحمامه اللي هي الرومي، يعني يعتبر عامل ميكس ما بين الرومي وما بين طعم الحمامه اللي هي الكريزليات او الجمعيه. ولكن يعتبر انا بالنسبه لي من اشهى انواع اللحوم اللي انا اكلتها اللي هي الحمامه اللاحم صراحه. يعني يليها على طول اللي هو الجمعيه. البلد طبعا يمكن اشهى طبعا في الطعم، ولكن انا يعيبه اللي هو الحجم بتاعه. يبقى كده يا جماعه عرفنا ان افضل الانواع للتربيه عندنا البلدي، الجمعيات، الكريزليات، الرومي، الحمامه اللي هي اللاحم. افضلهم طبعا انا بفضل الجمعيه، الكريزليات، اللاحم. تمام كده يا جماعه، دول افضل 3 انواع ان انا ممكن اكل منهم رابحهم اللي هو الحمام الرومي. لو انا عايز بقى ان انا اعمل طبعا ميكس ما بين الحمام ده كله، ممكن ان انا اخلط الحمام الرومي دي هتديني طبعا حجم زغلول في نفس الوقت، يا ما بين الجمعيه او الكريزلي او البلدي او اللاحم، يعني اي نوع من الانواع دي، بحيث ان انا اوفر شويه في الفلوس وشويه ان انا يبقى الانتاج بتاعهم سريع. يعني انا بفضل ان انا ادخلها ما بين الجمعيه وما بين الحمامه اللي هي الرومي، وهتدينا نفس الشكل بتاع الحمامه دي كده بالظبط، اللي هي عامله ميكس ما بين الرومي وما بين الحمامه اللي هي الجمعيه او الكريزلي او البلدي. ده الحمام اللي هو يعتبر التلتينات. ده سعر الجوز يا جماعه بيتراوح ما بين 100 جنيه او 75 جنيه، يعني الحجم بتاعها ممتاز. لو انت طبعا عايز تبعد بعيد عن الانواع دي كلها، هتجيب الحمامه دي كده اللي هي طبعا هتبقى موجوده، مش لازم انك انت حتى تهجنها، هي موجوده اسمها حمامه تلتينات. لا هي طبعا لا رومي طبعا متهجنه، ممكن تلاقيها متهجنه ما بين رومي او بلدي او جمعيه او رومي او كريزلي او رومي، اي نوع من الانواع دي اللي هي طبعا التلتينات. ده هتديك حجم زغلول كويس، في الانتاج بتاعها كويس، في التربيه كويسه. يبقى افضل نوع برضو ممكن نتكلم عليه اللي هو ده من حيث السعر ومن حيث حجم الزغلول. ما شاء الله طبعا دي نتايه الحجم بتاعها كويس جدا، هتديك زغلول برضو بحجم كويس جدا اللي هو مثلا يتراوح من 600 جرام ل 550 جرام. يبقى ده من الانواع برضو اللي انا ممكن افضلها. كده احنا عرفنا ان بقى عندنا حوالي 4 أو 5 انواع عندنا. اول حاجه يا جماعه اللي هو البلدي الجمعيه. طبعا انا برافض طبعا موضوع البلدي ده. هيبقى عندنا الجمعيه ده افضل نوع في الاكل، تاني نوع اللي هو الكريزلي، تالت نوع اللي هو الرومي، رابع نوع الحمامه اللي هي اللاحم، النوع اللي هو الاخير اللي هو التلتينات اللي انا بتكلم عليه، اللي انا يعتبر ده من افضل انواعهم في التربيه. ده طبعا لانه انا مهجنه ما بين الرومي او ما بين اي حمامه من الاربع انواع اللي هم اللي انا بحبهم، او يكونوا 4 انواع في الطعم بتاعهم يكونوا كويسين، او في التربيه بهجنهم مع الرومي. يبقى النوع الاساسي اللي هو الرومي ده اللي انا هشتغل عليه في التهجين من اي نوع من الثلاثه اللي انا اتكلمت عليهم، هيديني الحجم اللي هو التلتينات اللي هو افضل نوع في التربيه او افضل نوع في الاكل بتاعهم. يبقى كده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.